حلو وبيبرق وجميل. بس فحاولت ان انا اصحى قبلها، بس هي ما خلتنيش يعني، ما كملتش وصحيت برضو. المهم هنا بقى ايه، كان ده قديم، الحاجات دي كنت هخليها، لقيتها قديمة وكده كده اصلا انا جايبة فرش يعني. خدت من اخويا فلوس استغليته واخدت جبت حاجات، يعني انا جايبه حاجات وهو جايب حاجات بصراحه. انا هقول لكم ايه اللي جبته انا بالظبط وايه اللي اشتريته يعني، وهو اشترى ايه يعني اللي باقي. هو قال لي خلاص انا هكمل وكده. هنا بقى نضفت، بص زي الخشب بيلمع يعني. لاني طبعا مش مستاهل ده، هو لازم كان يتعمل بالسلكة عشان خاطر فيه دهون وكده، وعشان خاطر ده مطبخ قديم يعني مش جديد. بس فلمها على طول، وبعد كده قمت جايبة الفرش ده. قعدت يعني اقيس ازاي مثلا ممكن يجي كله، او اقدر ان انا افرش الحتة دي كلها طويلة. فالحمد لله جه المقاس يعني، ما اضطريتش ان انا اروح اشتري وكده. وعملته زي ما كنا زمان بنعمل بصراحة، يعني بما ان ده مطبخ يعني مش مودرن وكده، فحاولت ان انا اعمله زي ما كنا بنعمل زمان، الفرش ده العادي وعملت له كده اللي هو الهرم ده لو تعرفوها. دلوقتي هعملها قدامكم اللي كنا زمان يعني. انا كنت شايفة بابا دايما كان بيعمل الحاجات دي في الدواليب لما كنا نفرش البلاستيك ده، ان هو مفرش وكده في الدواليب. آه، فانا اتعلمت من ابويا، يعني اتعلمت الحركة دي من بابا. فقلت دلوقتي هعملها. طبعا انتوا لما اعملها اول ما هتشوفوها هتعرفوها على طول. هي بتبقى حركة شيك جدا يعني، بتبقى حركة جميلة وبتدي منظر حلو يعني. هي كده كده ده مطبخ مش مودرن يعني، ده مطبخ امي وكده، مطبخ عيلة يعني. فالحاجات دي هي اللي تليق عليه، وحاجات جميلة انا عن نفسي بحبها يعني. مهما بقينا مودرن برضو القديم لازق فينا. لانها حاجات بتفكرنا بذكريات حلوة جدا يعني، خصوصا الناس اللي مشيت وسابتنا وكده. ربنا يرحمهم جميعا يا رب. اهو شفتوها، اللي هو تفضلي تروحي وتيجي كده بالمقص لغاية ما تبقى معاكي شكل هرم اهو. وطبعا تطبقيها في الاول زي ما انتوا شفتوني كده بطبقهم اهو. طلع الشكل كده، ايه رأيكم؟ شكل جميل، وكمان هو مش باين طبعا في الفيديو يعني وكده، بس انا واثقه ان انتوا عارفين انا بتكلم عن ايه بالظبط يعني. فاضل كانت حته صغيره، فقلت خلاص هعملها لوحدها، هعمل نفس المقاس وهعملها لوحدها يعني. وجات حلوه برضو، بس ده كله طبعا عايز شمع. انا قلت لاختي هاتي معاكي شمع عشان الزقه، راحت ما جابتش يعني نسيت. وانا عندي شمع والله، عايزه ان شاء الله لما اروح لماما بس اخف واروح لها عشان ما تتعديش يعني ان شاء الله. هنا بقى كان السيراميك بابا كان حاطه ماما عشان في الجناب بيبقى فيه زي كده فيه فراغ، فاي حاجه بنحطها مثلا بتقع. فكانوا حاطين اللي هو السيراميك ده، قمت انا شايلاه وغسلت كويس قوي في الجنب، وغسلت طبعا الحيطان. وقعدت ادعك فيه قوي عشان بحس ان هو ما يبقاش فيه اي حاجه وسخه، فاهمين؟ انا لو تلاحظوا يعني انا كنت بعمل بقماشه مش نظيفه، لان في حاجات كتير والله هي كانت نظيفه اول ما ابتديت بيها، بس بعد كده طبعا بقت مش نظيفه. وبعد كده بعمل بقماشه تانية، انا عندي 3 قماشات كانت يعني. بس القماشه التالتة دي مش بستخدمها الا لما اكون واثقه ان اللي قدامي ده نظيف جدا جدا، وانا بس عايزه المعه يعني، فاهمين؟ عشان كانت فوطة جديدة وكده. هنا بقى بصوا شفت المقاس قد ايه. طبعا ده انا اللي مشترياه يعني، الفرش اللي هو انا عملته مثلث ده اخويا، لكن ده انا اللي مشترياه اللي هو الرخامي ده. ب80 جنيه اللفة. ف اشتريتها وعملت لامي. انا كنت ناويه والله اعمل لها كله، بس طبعا لولي ما خلتنيش، ايلا قصدي ما خلتنيش يعني. انتوا لو تشوفوا ايلا عملت معانا ايه والله هتقولوا لي كويس ان انت طلعتي بالنتيجه دي اصلا. وماما كانت عماله تقول لي ايه اللي يشوف تعبك في التصوير وازاي يعني بتتعبي وكده، ما يشوفكيش وانتي بعد كده بتيجي تعمليها كام دقيقة الفيديو ويكون سريع ويقولوا ان انتي سريعة والكلام ده. قلت لها والله انا كنت لسه بتكلم في الموضوع ده يا ماما في فيديو من الفيديوهات، ان احنا فعلا بنتعب يعني. ناس كتير ستات كتير بتقول لا ده هم بيعملوا اللي المفروض يعملوه. ده كده كده هيعملوه، هم بينضفوا البيتهم مش في بيتنا، فبالتالي هم مش خسرانين حاجة. لا والله يعني
بقول لها يا ماما كنت لسه بتكلم في الموضوع ده، وقلت لهم ان لا خالص والله ده متعب جدا 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 يعني التصوير، خصوصا لما يكون فيه اطفال، والمونتاج، وان انتي تفضلي تقصي وتشوفي ايه اللي المفروض تقصيه، وازاي ده تنزليه ولا لا، وايه اللي تصوريه، و... ولما تظبطي كمان الفيديو نفسه او الكاميرا نفسها. بس يعني هو ممتع لما بيكون في تعليق حلو في الآخر، بيكون في ناس بتتشجع من وراكي، بتحسي ان انت يعني تعبك ما راحش هدر، بالعكس انت في ناس استفادوا منه، فتعبك ما راحش هدر وكده. فدي كانت يعني دي بتبقى حاجة حلوة يعني. عشان كده لو انتي لغاية دلوقتي بتتفرجي عليا على الفيديو، يا ريت ما تبخليش عليا بأي تعليق حلو منك كده يحفزني ان انا اكمل في الطريق ده، وفي الفيديوهات دي، وان انا اصور تاني وتالت وكده واشجعكم. هنا بقى بصوا جبت الفوطة دي اللي انا بقولكوا عليها، اللي انا مخلياها بس يعني لما بتأكد ان الحاجة نظيفة. فحاولت ان انا طبعا الاول ان انا اقيس مقاس الرخامة، وقطعته بالظبط، قصيته بالظبط، وحاولت ان هو ما يبقاش فيه فراغ وما يبقاش فيه هوا. فقعدت اعمل بالفوطة دي، انا كنت بشوفهم يعني في النت وكده بيعملوا بالفوطة. فرحت انا قلت انا هعمل بالفوطة، بس لقيت ان هي مش محتاجة، بالعكس انت عارفة لو بايدك هيبقى اسهل بكتير، لانك شايفة حاسة الفراغ بايدك، حاسة ممكن فين يكون في فراغ لو بايدك. فانا شايفة بايدك احسن، و... وتعرفي تفرغي اي هوا، تطلعيها تاني وتدخليها تاني، فاهمين يعني؟ تطلعي اللزق تاني وبعد كده تفرشيه تاني. ده لو بايدك، لكن الفوطة مش هتخليكي واخدة بالك ايه الهوا اللي دخل في الرخامة، ما بين الرخامة ما بين اللزاق. هنا لقيت برضو دي مش راضية تلزق خالص، بس ان شاء الله هجيب شمع وكده وهلزقها بإذن الله. بس عملت بالمقص كده بحيث ان هي تبقى يعني قصيرة وتلزق بسرعة، فاهمين؟ طبعا الفرش وقع تاني، فقلت احطه بس لغاية ما اجيب اللزاق او لا اجيب الشمع وكده والزقه. ايه رأيكم؟ يعني بص والله انا عن نفسي فرحانة قوي بالنتيجة كنت يعني، مع اني برضو ما استمتعتش عشان بنتي، بس والله فرحانة جدا ان المطبخ نظيف وحلو وعجب ماما وكده. الحمد لله يعني، بالرغم من التعب اللي انا تعبته فيه، بس لا الحمد لله وصلت النتيجة حلوة. هي دي القروبة، هي دي الفار اللي هو بصوا مش عارفة اقول لكم ايه، فار زنان ولا هو ايه اللي بيزن؟ ايه من الحيوانات ممكن تزن؟ مش عارفة، قرد ايوه نقول عليها قرد. قرد بيتنطط لا وبتشمر كمها. طب انت بتشمري كمك على ايه؟ انت سيبيني بس اعمل كل حاجة وارتاحي انت يا ستي. المهم هنا بقى جبت اللي هي المطبقية دي، قلت اغسلها بالمرة عشان تبقى نظيفة. انا طبعا بصوا يعني لان بنتي عمالة تزن وكده، الحاجة اللي بلاقي ان انا عايزة اعملها اقدر اعملها بعملها. في حاجات كتير انا سبتها لاخواتي، يعني انا ما كملتش طبعا تنظيف البوتاجاز، بس قلت ان شاء الله لو ربنا يعني كده اراد قبل العيد واروح لها اعمل لها تنظيف البوتاجاز، هروح لها باذن الله. بس اخاف. فقلت خلاص يعني اللي هقدر اعمله والباقي هسيبه لاخواتي، يعني فاهمين؟ هو اهم حاجه قالوا لي اخواتي الحيطان، والباقي مش مهم احنا نقدر نعمله، يعني اللي جوه الدواليب مثلا، البرطمانات اللي عايزينها واللي مش عايزينها، الحاجات اللي خلصانة واللي مش خلصانة، الحلل والحاجات دي لازم تتغسل كلها. فقلت لهم ما انا دي مش هعملها، يعني دي تقدروا انتوا تعملوها. قالوا لي ايوه احنا نقدر نعملها. بس فغسلت اللي انا اقدر عليه. حتى الشفاط، يعني حتى الشفاط حاولت انزله كده، نزل نصه والنص التاني برضه لازق. فقلت خلاص بعدين ان شاء الله لما ربنا يكرم كده وتهدى ايلا ابقى اكمله. بس انا ما عملتش حاجات قليله طبعا، انتوا شايفين طبعا خد فيديوهين المطبخ لوحده بس. دي بقى جبت واحده غيرها، طبعا مش انا اللي جبت، اخويا بصراحه. جبت واحده حلوه قوي بس غاليه قوي والله، ب170 جنيه. المشكلة مش في الغلاء، المشكلة كمان اني ما لقيتش قماشة حلوة يعني. دي اكتر قماشة لقيتها حلوة. ولا بيقول لي على فكرة ما انتي مش هتلاقي القماشات دي تانية. انتي اي حاجة عايز تشتريها حاولي تشتريها، لان الخامات بتضعف. قلت له اه والله كل حاجة الخامات فعلا ضعيفة، ضعفت خالص. انا طبعا امبارح مسحت معاكو ده، بس ما مسحتش في الجنب ومن فوق الغسالة. بصوا دي عاملها بابا عشان تحمي الغسالة من اي حاجة،
يعني والله عبقري. ما حدش يعرف يعمل الحاجات دي دلوقتي، فماسكة نفسها ومش بتتحرك يعني. بس حاجة حلوة والله عايزة اعملها عندي، لما الاقي بس كرتونة حلوة كده. دي برضو اخويا اشتراها، اللي هي علبة المسحوق. اه لا استنوا، على فكرة انا اتلخبطت خالص. بتاعت اللي هو المفرش اللي هو بتاع الغسالة ده ب120، ودي ب70 جنيه. اقول استنوا عشان انا اتلخبطت. المفرش ده يا جماعة ب120 جنيه، و... وبتاعة المسحوق دي ب70 جنيه. مش عشان كده بقول لكم ب170، على اساس ان انا فاكرة ان في 70 جنيه، يعني فاكرة. المهم لا، هي ب120 جنيه او ب125، حاجة زي كده. انا من النوع اللي ما بركزش خالص في الاسعار، مش عارفة ليه. بس نفسي والله، انتوا ايه الاخبار عندكم؟ بتركزوا كده؟ مين زي ما بيعرفش يركز في الاسعار دي والله. مش في ستات يعني ما شاء الله عليهم، بيجيبوا ورقة وقلم ويشوفوا صرفوا ايه وكده. بس انا في وقتها لما انا بشتري ما ببقاش مركزة، انا برجع بقوم كاتبة بقى انا اشتريت ايه، انا عملت ايه. لكن في المحل بصوا، اللي هو انا بحاول اركز انا عاوزة ايه اصلا، انا ايه اللي محتاجاه ومش اكتر. بس والله احنا كستات يعني والله بنركز شوية عن الرجالة، يعني فينا. انا بحس يعني دايما في ناس تقول لا الرجالة بيركزوا اكتر من الستات. ماشي، طب هما مفيش عيل بيفضل يزن مثلا كل شوية، ما بيبقاش شايل هم عيل، بيبقى مركز في شغله، فشغله بس. يعني في مرة ابراهيم الفقي كان بيقول ان الراجل عبارة عن ادراج. آه الدرج مثلا ده بتاع الشغل، فبيفتحه بيفضل يبص فيه هو ويشتغل فيه هو. لا خلاص مفيش درج الشغل، بيقفل درج الشغل وبيشوف درج تاني اللي هو مثلا البيت او كده يعني. آه طبعا انا ده مش بقول ان هو صح، لان في رجال بتفضل بتفضل طول اليوم قاعده في درج الشغل. مش بيسيبوا درج الشغل ابدا. بس الستات بيقول يعني ابراهيم الفقي ان احنا الادراج كلها مفتوحه على بعض. فتلاقي الدنيا متلخبطه، بس والله بنركز اكتر والله العظيم منهم يعني. بحس كده. انتوا ايه رايكم؟ يعني احنا بنركز اكتر ولا هما، ولا مين اللي فيه، ولا محدش بيركز الايام دي خالص؟ هنا بقى بصوا، احنا دي فيها مفتوحة الاتنين دول يعني، فقلت خلاص انا هفرشها لها بحيث تبان ان هي زي الرخامة برضو تكملة يعني، فاهمين؟ وادت منظر حلو والله. عجبها يعني. وكمان كنت عايزة اعمل حاجات بره، بس ملحقتش من ايل. هنا بقى بصوا، كنت جاية عايزة افرش لها كل المطبخ ده من الورق ده. حسيته كده فاضي ومش حلو شكله، لانه فيه فضا، شايفين فيه ازاي هوا وكده. والحمد لله انا ما عملتهوش، لاني بصراحة كان شكله مش حلو خالص. فغسلت لها المطبخ كله، وبكده بقى كده اهو الشكل النهائي. ايه رأيكم؟ جميل. وقلت لها برضو انا هخلي الدرج ده عشان لو حافظتي عليه وحسيتي ان درجك حلو، يعني الدرج مستحمل وكده، هقوم اعمل لك كل المطبخ اللي هو من اللزاق ده. طبعا ادي البوتاجاز اللي ما كملتهوش. بس ان شاء الله والله هكمله لها. وادي الحوض وكل حاجه بتبرق وبتلمع. وادي هنا كده رتبت لها الحاجات دي والغساله اهو زي الفل. الحمد لله يعني المطبخ عجبها جدا. وادي الحيطان بتبرق والله يستاهل مليون لايك والله العظيم. وادي كده المطبخ، بصوا برضو المطبخ بيلمع ازاي حلو. الحمد لله ان هي اتبسطت بيه. وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني في الفيديوهات القادمة. باي باي.